السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه وصفات لجمالك. معاكم زي ما تعودتم خبير التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده الفيديو ده بناء على طلب مشتركه عندي من المشتركات. كانت طلبت مني كتير قوي، عايزه ازاي تعمل صابون يكون مفيد للبشره وللجسم. النهارده عملت لكم صابون ده للعروس طبعا، لا غنى عنه ابدا. لو انت عروس وفرحك قرب ما ينفعش خالص، يعني من ضمن تجهيزات الفرح انك ما تستخدميش الصابون ده على الاقل قبل الفرح بيومين. ضروري جدا جدا مع حمام العروس استخدم الصابون ده. حاجة مبهرة جدا، تنعيم فائق جدا، تبييض بلا حدود، ينفع للبشرة والجسم كله. استخدميه كده هتشوفي، يعني مش ممكن الطراوة والنعومة والجمال اللي ممكن تشوفيها ان شاء الله. طيب الصابون بتاعنا ده عبارة عن ايه ويستخدم ازاي وبيتعمل ازاي؟ اول حاجة النهاردة معانا في مكونات الصابون بتاعنا، هو هجيب اي نوع صابون عندي، هاخد حوالي نصف صابونة. يعني مثلا 50 جرام، لو عشان ممكن تكون في صابون كبير او صابون صغير. عايزة 50 جرام من الصابون، ابشره كويس بالمبشرة، وبعد كده ابدأ احطه في اناء، وابدأ اضيف عليه ربع كوب من ماء الورد. هضيف بالظبط على 50 جرام من الصابون ربع كوب فقط من ماء الورد، وهبدأ اقلبه كويس جدا جدا مع بعضه لحد ما يدوب، وابدا احط عليه معلقتين كبار من الحلبة المطحونة. حلبة ازاي؟ حلبة ريحة الحلبة ازاي؟ حلبة، ايوه حلبة مطحونة. مش هتتخيلي اصلا، يعني صابون الحلبة يعني ما حدش عمله، انا اول حد اعمله، يعني محدش عمل صابون الحلبة قبل كده. صابون الحلبة من الحاجات الفظيعة، مش ممكن تتخيلي جسمك هيكون عامل ازاي بعد استخدامه. الريحة طبعا الصابون هيداريها تماما. جربي فعلا استخدميه وهتشوفي فرق رهيب يعني. زي ما قلت لك هنحط معلقتين كبار من الحلبة المطحونة، وابدأ اقلبهم على نار هادية جدا مع ماء الورد والصابون المبشور لحد ما يدوبوا كلهم مع بعض تماما، ويبقى الخليط بتاعي متجانس كله وعامل زي الكريم. هبدأ اجيب القالب بتاعي بالشكل ده، وابدأ احط فيه الخليط بتاعي، احطه يعني لمدة 3 ساعات في الفريزر. بعد كده هطلعه بره واسيبه لحد ما ينشف تماما. ممكن اسيبه من 4 ايام لاسبوع لحد ما ينشف معايا الصابون خالص. بعد كده ابدا اطلعه من مكانه واستخدمه. في ناس ممكن ما تستخدمهوش بالطريقة دي، ممكن وهو طري تبدأ تستخدمه كلوشن للجسم، وتسيبه على الجسم لمدة من 10 دقايق لربع ساعة. وبعد كده تبدأ تغسل الجسم، وبعدها تصنفره بالليفة المغربية وتستخدمه بالطريقة دي كلوشن. بيجيب نتائج غير طبيعية، نتائج مبهرة جدا جدا. ان شاء الله هتشوفوا جسم ناعم قوي، بيضاد او بياض يعني ملحوظ بشكل كبير. كمان هتلاقي غير النعومة والبياض هتلاقي توحيد اللون، وهتلاقي جسمك فيه رطب كده وطري وجميل جدا جدا. ان شاء الله هيعجبكم الماسك، وان شاء الله الصابون ده هيجيب معاكم نتائج رائعة جدا. استخدميه لبشرتك، استخدميه لجسمك، هتشوفي فرق كبير جدا جدا، بالذات اصحاب البشرة الجافة، اصحاب البشرة الحساسة، الناس اللي هي بتكون محتاجة عناية زيادة شوية، او الصابون بالنسبه لها بيكون شيء بيسبب لها تحسس او حساسيه. فاستخدمي الماسك ده، والله باذن الله هتشوفي فعلا فعلا نتائج غير طبيعيه. ان شاء الله هتعجبكم النتائج جدا. حاجه بسيطه غير مكلفه، الصابون عندنا في البيت، ماء الورد عندنا في البيت. هجيب ايه؟ معلقتين حلبه بجنيه حتى، مش هيتكلفني اي حاجه. لكن ده سر من اسرار اكبر البيوتي سنتر، بيتعمل للعرايس فعلا قبل الزفاف بفلوس كتير جدا، بأسعار باهظة جدا. محدش بيبقى عارف التركيبة اللي محطوطة دي فيها ايه، وطبعا محدش بيقول عليها. انا بقدمها لكم النهاردة تعملوها بايديكم، هديتي لكل عرايس العيد وكل العرايس اللي فرحها قرب ان شاء الله. باذن الله هتعملوه هيعجبكم جدا باذن الله ان شاء الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اكتر انكم تستفيدوا كلكم منه اكبر استفاده. ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتم معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه. وطبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم وصفاتي كلها اول باول. وصفاتنا بسيطه في متناول ايد الجميع. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.